تقولي انه ليش سويتي عمليات تجميل؟ ممكن تعدي لي عمليات التجميل اللي انا عاملتهم؟ شو عامله انا عمليات تجميل؟ انا ما حكيت عن هذا الموضوع. انا حكيت هي اذا حابه تغير هي نفسيا، اذا حابه تغير اوكي، بس يجي يفرض عليها شيء هي شايفته مقتنعه فيه انه انا حابه هيك شكلي، لا، انا ضد هذا الشيء. خلص لانه انت حبيتني هيك، فانت ليش عم تطلب مني التغيير؟ انه يعني شو اللي عدا ما بدا؟ كمان في الاسلوب عندكم، الاسلوب انه هو كيف طلب منا مثلا تعمل هذا الشيء. هلا انا شخصيا حكيت انه على موضوع مثلا انا لما عملت ما رحت عملت عمليه تجميل انفي، انا قلت لكم المره الاخيره حرجع لكم، ولو بدي اني اعملها كنت تجميل بدون اي انه طب وهيك، يعني انه يا ربي معالجه، فكنت رح لكم رح اطلع لكم انا حابه اعمل عمليه تجميل. يعني انا ما رح اخاف ولا شيء بيخليني اني اتردد للحظه لكم انه لا والله بدي اتحجج بشيء لحتى اعملها، لا. حتى الدكتور قال انه انت عندك جيوب متضخمين، عندك الناميات، لازم تعملي. قال لي انت عمليتك 3 ب1، قال لي انت طبيا 90% و10% اللي هي تجميل. اما رجع على هوس التجميل بالناس اللي بتحب هي هيك بطبعها بتحب التجميل، ما شاء الله على الاشياء اللي بتطلع كثيره، شد شفون، قص شفون، وسحبة العين، وشد البشرة، بشقوا من هون بيسحبوا الجلد، عمليات كثير، العمليات بشكل لا توصف. يعني حتى صار طلعوا مثلا يقصوا الشفه ما بعرف شو بيعملوا فيها، وبيعملوا هيك مثل تم الجوكر. يعني بتطلعوا على العمليات انتم انه شو عم بيصير. في ناس بتعمل مثلا عمليه هي حابه تغير شيء بحالها تصير احلى، وفي ناس من كثر العمليات لك شوهوا حالهم. هذا موضوع ثاني واخر مختلف عن المواضيع اللي كنا عم نحكي فيها اليوم. استنى عم نحكي على البنوته اللي شريك حياتها اللي طلب منها تغير شيء فيها وهي مقتنعه فيه، فقالت من كثر ما حكى بالموضوع صار عندي عقده نفسيه، فانا قلت لا انه ما تخلي ياثر عليكي وما تخلي يعمل لك عقده نفسيه. وفي حتى كذا رد اجى انه ما تقبل تغير من حالها كل ما ترضي، لانه هو حيصير يطلب المزيد، انه غيري هيك وساوي هيك واعملي هيك. انا بصراحه مع هذا الكلام. فهون هلا عم طب ثياب الاولاد، بصراحه ماني عرفانه. هي خلي مريم تطلع فيها بكره طريق سفر تكون مرتاحه احسن ما تلبس جينز وقصص وهيك. تجي هيك شورت وهي البلوزه وهي البيجامه للنوم. حاج خليني نضب لهم كل ثيابهم، وسنوت كمان نفس الشيء، اترك له بيجامه للنوم والباقي ضب لهم اياه. بضب ثياب الاولاد وكل شيء عشان بكره يعني ما يكون عندي كثير شغل. بدي اعمل البراد كمان. خلص ريتشو بقرر اليوم ننزل ناكل تحت بطرطوس، نروح ناخذ الاولاد على الالعاب وهيك. شو اسمه، خليني اوزع الاغراض بالبراد، الاشياء اللي عندي يعني ما خرج اخذهم معي على الطريق، ممكن ينتزعوا مثل المحاشي. قلت له لو بعرف هيك يعني كنت طبخت كميه اقل من المحاشي، انه كثير يعني عن جد حرام. وامبارحه وزعتها يعني لانه ما بسوي معي بالبراد، فوزعت سكبه هيك للشباب هون. قلت بكره بنتغدى هدول. لا كثير بصراحه، وريتشو ما بده ياكل، قلت له لا خلص خليني اوديهم من هلا حرام وقت الغدا. قالت ريتشو لنوش حاجتكم قاعدين وعم طحنك انا وانتو وبنشتغل بدنا نشتغل هيك تفيدنا، يعني انه خلص نضبط البنات. بدنا كسرت الشيء. يلا نبلش هيك ترتيب بالشنات يا حلوين، بعد شوي بندردش هيك. خلينا نسمع شوية أغاني هيك نيجي على المود تبعنا نحن.
شوفي، هو اجمالا المرأة اذا لما بتكون بالغربة واول ولد فبتحس كل شيء صعب عليها. هلا انا شو كنت سوي لما كان عندي مليومة؟ ما بقولكن اول يمكن شهرين كنت اتعب نفسيتي، اجاني اكتئاب شوي، اكتئاب الولاد بتعرفوه كثير مزعج يعني. فشوي شوي حاولت اطلع حالي انا من هذا الشيء يعني. هلا كمان بختلف من ولد لولد. ولد كان هادي مو هادي، بينام ما بينام. وكمان الشغله الثانيه وهي الاهم، شريككم يعني، انتم شريك حياتكم، بساعدكم، حنون معكم، بينتبه عليكم، بيحاول يسايركم، يتفهم وضعكم، يعني كلها بتلعب دور بصراحه. ما فينا نقول والله بس انه انا لازم اكون قادره على كل شيء، لا، كمان الشريك بيلعب دور كثير بحياه المراه. انا لما كنت بعد ما ولدت مريم هيك اول فتره عملكم كنت عن جد تعبانه لدرجه انه كان مريم ما كانت تنام مزبوط وهيك. بعدين شوي شوي صرت اعمل لها روتين، صرت احس انه عندي حياه. قوم مثلا الصبح نظف البيت، اذا في عندي طبخه بطبخها، اذا عنا طلع برا البيت عارفه كيف مثلا رتب اموري. الروتين حلو عن جد. انتوا اول فتره هلا كل شيء بيكون عندهم حديثين الولاده، اول فتره بيكون روتينهم هيك فايت ببعضه، بس لما بيكبر الولد بيريح شوي، بتصيري انت تعرفي كيف تداري الامور معه. هلا كيف بلحق على البيت والطبخه واهتم بحالي، طبعا هذا الحكي عم نحكي قبل ما يكون عندي مساعدات. البنوته هم ما شاء الله شكلها متابعه قديمه يعني، شو المتابعات القديمات. فانا اول شغله انت على طول ما تقارني حالك باي حدا ثاني. كل حدا عنده طاقه تحمل، كل حدا عنده طاقه للشغل، كل حدا عنده طاقه لحتى يقدم لبيته. كمان النفسيه بتلعب دور، هي اللي هي اهم شيء. انا بالنسبه لي بما اني انا مرتاحه ببيتي، ما في مشاكل ببيتي، اخذ حريتي، اخذ راحتي التامه، شريك حياتي مثلا بيساعدني، بيهتم فيني، بيسمعني كلمه حلوه. فكرة المرأة انا بقناعتي الشخصيه يعني بحس في عنا نسبه كثير من النساء ما بيهمهم الشغل، عاد ما بيهمهم انه يسمعوا كلمه حلوه من شريك حياتهم، مثلا الله يعطيك العافيه، والله تعبتي اليوم مثلا. اذا بتكون مشتغله عملكم معزله البيت وطابخه طبخه لقد كبرها والاولاد بيكونوا مجننين، مجرد ما سمعت كلمه حلوه من زوجها بصير عيونها قلبها. وانا هيك كنت والله عن جد ما كنت اهتم ابدا للشغل، بس وجود ريتشا جنبي كان كثير كثير يعطيني طاقه، كثير يخليني اشتغل هيك من قلبي. هدفي كان مثلا خلص شغل بيتي، طبختي، خلص اموري، حمل بنتي نيمها، واقعد هالساعة زمان اسهر انا وزوجي على رواق. عرفتوا كيف؟ طبعا اكيد في وقت لنفسي لازم، بس قلت لكم اللي بيكون عندهم حديثي الولاده اول فتره يعني ممكن يوم بزبطوا حالهم، ممكن 10 ما يزبطوا حالهم، بس لما بصير يكبر شوي البيبي يعني انت نفسيتك لازم تغيريها، عرفتي؟ لانه انت ام، فالام لازم تكون صبوره، قادرة تتحمل، قادرة تدير الأمور، لازم تكون قد المسؤولية، يعني هي الأشياء كلياتها. بس نقول إنه ما في إنه شريككم بالحياة إنه لازم يكون كمان معكم. يعني أنا بعرف مثلا في نسوان والله العظيم بيشتغلوا شغل وبيركضوا ركض، شو لكم؟ وعندهم مثلا 3-4 أولاد وما بيلاقوا كلمة حلوة. طيب ليش؟ حرام والله ما بصير. ورغم هيك بتلاقوها هي مطفية، ما في حيوية بحياتها، ما في هيك، ما في عندها هذا الشغف، يعني بالعكس تريد تهتم كذا، تصلها هيك انه انا لو اهتمت ما في حدا انه ما حدا يهتم بالموضوع، اذا عملت ميك اب ولا عملت شعرها. في رجال ما بيهتموا، يعني هي بترجع كل شخصين حسب هن علاقتهم. هاي انا بالنسبة لي علاقة الشخصين هي اللي بتحدد الحياة والراحة. هو بعرف كل حدا كيف حياته أكيد مختلفة عن الثاني، بس أنا عم بحكي كيف قضيت حياتي مع ميرو، كيف بعدين الحمد لله بس إنه سافرنا، مريم صارت شوي كبيرة، أمورنا تطورت بالشغل أكثر. بصراحة أكيد لما البيت بده يصير كبير كتير وأولاد كتار وكذا، فطبيعي ممكن تأثري بحق نفسك، ممكن بحق جوزك، هي الأمور طبيعية جدا. يعني قد ما كنت انت بالنهايه بشر رح توصل، قد ما ركضتي كل يوم رح توصل لوقت وانت رح تتعبي.